Jag klart. ورا كل مشهد بنحضره في كواليس كتير محدش بيسمعها غيرنا. في الكواليس دي في سؤال كبير: ازاي نحكي قصة الميلاد من جوه من عين الناس اللي عاشوها؟ كل قصة كبيرة بتبدأ صلاة طالعة بدموع من غير أي استجابة واضحة، وزي أي واحد فينا في لحظة بيحس إن الأمل راح. زكريا كان كاهن بسيط وكبير في السن، مفيهوش أي حاجة مميزة غير إنه موقفش صلاة. هو إليصابات صلوا سنين، والسنين بتعدي والطلبة ما بتجيش. لكن في يوم عادي جدا دخل زكريا الهيكل بيقدم بخور. ما كانش يعرف إن اللحظة دي هي الاستجابة. فجأة ظهر ملاك وجملة واحدة بس قلبت القصة: لا تخف، طلبتك قد سمعت. دي مش بس بشارة لزكريا، دي بشارة لأي حد فينا صلاته لسه معلقة، لأي حد بيصلي مش شايف أي حاجة بتحصل. وعشان كده الكنيسة من أول أسبوع في كهك بتبدأ ببشارة زكريا في تسبحة نص الليل. الخلاص ما ابتداش في المزود، الخلاص ابتدى من الصوت اللي جه بيهيئ الطريق، يوحنا المعمدان. قبل ما الملاك يقول للعذراء السلام لك، كان واقف في الهيكل بيقول لزكريا طلبتك قد سمعت. ترتيب التسبحة هو نفس ترتيب الإنجيل: بشارة زكريا ثم بشارة مريم ثم الميلاد. وكأن الكنيسة بتقول لنا زي ما ظهر غبريال لزكريا ظهر لمريم، وزي ما بدأ الخلاص بصوت يوحنا هيكمل بتجسد الكلمة. في كهك كل بشارة قديمة هي رسالة جديدة لينا. ما توقفش صلاة، الاستجابة جاية. لما وقعت القرعة على زكريا يرفع بخورا، دخل إلى الهيكل ويكمل خدمته. وظهر له الملاك عن يمين المذبح وهو يرفع البخور، قال لا تخف يا زكريا، لأنه قد نظر إلى كرامتك، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتدعو اسمه يؤنس. وزكريا الكائن عن يمين المذبح يضع البخور، غبريال كلمه إن امرأتك إليصابات ستلد لك ابن ويكون لك فرحا بمولده. كيف يكون لي هذا أني قد شئت وامرأة إليصابات دي عاقر لا تلد. أنت تكون صامتا حتى يولد الصبي، وإذا أبصرت عينك تمجد إلى إسرائيل. أرسل غبريال من جبل ملك المجد إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى فتاة ناظرة من بيت داود اسمها مريم ابنة الملك داود. عسر قائلا افرحي واكسلي، السلام لك يا مختلفة الرب معك. شرني أوتي برسل تقول من آل سيني
شرب شوشنتي بانجي نصاري قبونا نمنوي